كفتة الأفراح، الكفتة الهشة الخطيرة اللي دايما بتبقى وصفة أساسية في الأفراح وفي العزايم الكبيرة، لأن هي بتقطع وبتكفي عدد كبير من الناس. حطي لايك للفيديو ده، شير كتير على قد ما تقدري، وتعالي نشوف هنعملها ازاي. بصي يا ستي، هنبدأ الأول بتوابل الكفتة. هنحط بقدونس وشبت وكزبره. انا هنا مستخدمه بقدونس بس لانه حسب الذوق زي ما تحبي. طبعا حابه تحطي بقيه الخضره مفيش مشاكل. عليهم بصلتين متقطعين رباع، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الثوم البودر والبصل البودر، ومعلقه صغيره من الزنجبيل البودر. وطبعا لو في زنجبيل فريش مفروم يبقى احسن طبعا. معلقه صغيره من بهارات الكفته، ومعلقه صغيره من البابريكا، وعليهم 5 ل6 فصوص توم مفرومين ناعم. كمان بنحط على فكره معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان تبقى هشه كده ومنفوشه. وتضربي كل دول في الكبه، يعني ضرب ناعم خالص زي ما انتوا شايفين كده. التوابل بتاعتي هحطها مع اللحمه المفرومه اللي هي نص كيلو لحمه مفرومه في الكبه تاني، وهضربهم مده دقيقتين او 3 دقايق لغايه ما تعمل معايا عرق. يعني ايه تعمل معايا عرق؟ يعني تمسكيها كده تلاقيها مسمغه في ايدك، ملزقه في ايدك. وهقول لك ليه ضروري توصلي للمرحله دي. بالنسبه للرز، بكون قبل ما اعمل كل حاجه اكون غسلاه ونقعاه لمده نص ساعه وصفيته من الميه لغايه ما بقى منظره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل عليه باللحمه بتاعتي بعد ما اتضربت كويس ووصلت للدرجه اللي انا عايزاها، اللي هوريها لكم دلوقتي. وهي انك تمسكيها في ايدك كده تلاقيها ايه؟ ملزقه. ملزقه ليه؟ دي بيسموها مسمغه عشان تسمغ مع الرز، يعني تبقى عامله زي الصمغ اللي بيربط حبيبات الرز مع اللحمه فما تفكش مني. فبالتالي انت تعجني كويس جدا الرز مع اللحمه عشان ما تفكش منك. تاني حاجه، لما تيجي تشكليها وانت بتشكليها كرات، برضو تحاولي على قد ما تقدري لو في لحمه نزلت ميه نزلت من اللحمه او من البصل، تعصريها كده زي ما بتعصري صباع المحشي كده بايدك، عشان لو في ميه زياده ولا حاجه تنزل وما تفكش منك الكفته. دلوقتي هشكل الكفته بتاعتي بشكل بيضاوي طبعا، زي ما تحبي شكليها، بس المهم يكون شكله يعني متوسط الحجم، وتكوني بتضغطي عليها كويس عشان ما تفكش منك. انا بقول لك اهو، اعجني كويس، اضربي اللحمه كويس في الكبه، دوسي عليها وانت بتشكليها كويس علشان ما تفكش منك. الحاجات اللي انا بقول عليها دي مهمه. دلوقتي بعد ما شكلت الكميه كلها ما شاء الله كفت ووفت. عايزه اقول لكم نص كيلو لحمه عمل معايا 3 صواني، يعني في صينيه كمان ورا الكاميرا، عشان كده بيستخدموها في الافراح وفي المناسبات الكبيره، العزايم كده يعني. جبت شوربه لحمه عاديه خالص، ونزلت اول ما غليت طبعا نزلت بكرات اللحمه بتاعتي فيها بالراحه كده عشان ما تفكش مني. هنزل بقى بكل الكميه، وبعد كده هسيبها لغايه ما تغلي. يعني هستنى لغايه ما تغلي. اول ما تغلي اوطي عليها النار واحسب تلت ساعه، وبعدين اطلعها من الشوربه. طبعا تكوني مستخدمه كميه شوربه ملائمه للحمه، يعني حسب حجم، يعني مستخدمه كيلو، مستخدمه نص، يعني حسب كميه اللحمه اللي انت مستخدماها. زي ما بقول لكم طريقتها مختلفه عن طريقه الكفته العاديه، لان هي اكتر بتتعمل في الافراح والعزايم، وبتتعمل بالطريقه دي عشان تكفي كميه كبيره من الناس. دلوقتي بعد التلت ساعة طلعتها، وده منظرها بعد ما هديت طبعا وبردت عشان اعرف امسكها، لان هي بتبقى سخنة جدا. دلوقتي بقى هنعمل الخليط اللي هنعمل بيه القشرة الخارجية. 4 بيضات كبار، تمام. ولو وقعت منك حتة قشرة كده شيليها بالبيضة نفسها، بيبقى اسهل يعني، بدل ايه ما تبقي محتارة تشيليها ازاي يعني. حطيت عليهم 5 معالق كبار من الدقيق، سنة ملح، سنة فلفل اسود عشان نبهرهم، وكوباية من الحليب. ونضرب بقى الكلام ده كله مع بعض. في الاول هتلاقي فيه كتل كده وكراكيع، افضلي اضربي لغايه ما كل حاجه تفك معاكي ويبقى معاكي خليط متجانس. اول ما الخليط يتجانس معايا هنزل فيه بقى بكرات الكفته بالراحه كده عشان ما تفكش مني، واخدها على الزيت على طول. زيت درجه حرارته عاليه، انزل فيه بكرات الكفته زي ما انتم شايفين، مش متوسطه ولا واطيه، لان خلاص انا عندي كل حاجه مستويه. انا عايزه بس القشره الخارجيه هي اللي تستوي. وطبعا خلي بالك ما تمليش الزيت في الطاسه على الاخر، لان طبعا الخليط بتاعنا فيه بيض، فالزيت هيفور منك كتير لو كنتي ماليه الطاسه على الاخر. يعني حاولي تكوني سايبه جزء كده عشان لما يفور منك ما يطلعش بره الطاسه او حاجه. ما تقلبيهاش خالص غير لما تبتدي تاخد لون منك زي ما هتشوفي معايا دلوقتي. يعني دول اللي حطيتهم في الاول فخدوا لون بسرعه، هطلعهم طبعا على صينيه فيها مناديل، وعشان اي زيت زياده ينزل في المناديل. شايفين ده منظرها. عايزه اقول لكم في كميه تاني
3 أضعاف الكمية دي ورا الكاميرا. ما شاء الله تحفة جدا وعجبت الولاد جدا. بس هي زي ما قلت لكم مختلفة شوية عن الكفتة بتاعتنا، بس بصراحة بيبقى صنف ظريف جدا على السفرة. وده شكلها بيكون من جوه، شايفين؟ يلا جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. يا رب تعجبكم ان شاء الله. الف هنا والشفا عليكم. اشوفكم الفيديو الجاي. طبعا ما تنسوش اللايك والشير، شير بقى في كل حتة عشان الصفحة تكبر. ومع السلامة.